السلام عليكم واهلا بكم من جديد في هذا الفيديو التحليلي لمباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي. مباراة اللي حرقت لنا الاعصاب حيث اليوم لعبنا مع جوج الخصوم، لعبنا ضد مالي ولعبنا كذلك ضد وليد. اليوم وعلى غير العادة غادي نكون قاصح شوية مع وليد حيث خاصو يفيق قبل ما يفوت الفوت، وانا تعمدت باش ما نسجلش الفيديو مباشرة بعد الماتش. اولا لان وليد ما خلاش لينا الاعصاب باش نناقشوا المباراه، وثانيا لان شعارنا في هذه القناه هو نديروا نقد بناء بعيدا عن العاطفه. اجواء ما قبل المباراه كانت كلها رائعه، لا من حيث الملعب العالمي لا من حيث الجمهور الحماسي، وكذلك حتى الحضور الوزين ديال نجوم كره القدم. بداية المقابلة كانت قوية وكما توقعنا من قبل، وقلنا بأن منتخب مالي منتخب كيلعب كرة مفتوحة وما كيرجعش للدفاع 100%، وقلنا أيضا باللي عندهم مهاجمين صراع، وبأن هذا المنتخب هو اللي غادي يعطينا فكرة حقيقية على قوة المنتخب المغربي اللي مدة طويلة هو كيلعب مع منتخبات الصف الثالث والرابع، باستثناء المقابلة الودية اللي لعبنا مع تونس واللي انتصرنا فيها ب2-0. الانتصار اللي ما يمكنش نبنيو عليه لأن المدرب التونسي سامي الطرابلسي كان يلاه شد الفرقة آنذاك، والحال أن المغاربة كاملين كانوا كيطلبوا باش يتلعبوا ماتشات ودية مع منتخبات من الصف الأول والثاني بحال السنغال، نيجيريا، مصر، الكونغو الديمقراطية والجزائر، والسلسلة طويلة. إلا وليد اللي كان عنده رأي آخر ومشى مع الانتصارات المتتالية وتحطيم الأرقام اللي ما غتنفعنا فوالو، حيث الأرقام الحقيقية هي الألقاب والميداليات. والحمد لله اللي جاء هذا الماتش في هذا الوقت، لأن وليد خاصو يفهم بأنه في حضرة إفريقيا ويعاود يراجع الأوراق ديالو اللي ولات مكشوفة عند جميع المدربين اللي كيلعبوا ضدنا، حيث بغينا ولا كرهنا هاد الكاس كتبقى الفرصة الأخيرة لوليد اللي خصو يغير من القناعات ديالو ويكون أكثر مرونة في الخطط، ويبعد من العاطفة وبلا ما يتفلسف بزاف، ويتبع المدرسة الواقعية. حيث البارح وليد كان فاقد البوصلة وكان لاعب بلا خطة، وهذا راه بان في التغييرات اللي دار، التغييرات اللي كتبقى نقطة الضعف الكبيرة عند الركراكي حيث كيتعطل فيها بزاف، والبارح ما كانش موفق فيها نهائيا، وبالعكس كانت ضدنا وعاونت كتير المنتخب المالي، لدرجة أننا بدينا كنتسائلوا واش وليد لعب معنا ولا مع مالي، حيث ما يمكنش يخرج دياز اللي كان داير مشاكل كبيرة للخصم، وكان هو الوحيد اللي كيعطينا العمق الهجومي واللي قدر يخلخل الدفاعات المالية. وهنا كان بالأحرى أنه يخرج السيباري ويدخل الزلزولي كجناح أيسر وأخوماش كجناح أيمن، ويرجع دياز للوسط قدام كل من مرابط والعناوي. وهنا وليد خاصو يعرف بأنه ضد منتخبات الصف الثالث والرابع واللي كترجع للور، خاصو يلعب مساك واحد يا بالعناوي يا بالمرابط، لكن ضد منتخبات الصف الأول راه ضروري يلعب بهم بجوج. وشفنا العيوب اللي بانت في الدفاع من اللي خرج مرابط اللي ما نتسناوش منه يعطينا كرة هجومية، لأن الدور الرئيسي ديالو هو تشطيب المنطقة الخلفية، وهو نفس الدور اللي كان كيلعبه قبل كريم الأحمدي. وحنا هنا ما كنقصو من قيمة أي لاعب، بالعكس راه كلهم في المستوى الكبير، وإلا ما كانش نشوفو السيباري وصلاح الدين في ايندهوفن الهولندي، ومزراوي في مانشستر يونايتد، ودياز في الريال، وحكيمي في البي اس جي، واللائحة طويلة. لكن كل مباراة عندها ظروفها ورجالاتها، وهنا بغينا المرونة ديال وليد تبان، ويحاول الاجتهاد أكثر في قراءة الخصوم ويشوف الفيديوهات ديال الماتشات اللي لعبوا قبل، حيت خاصنا ننزلوا للأرض شوية وما نبقاوش غاديين مع الموجة ديال حنا منتخب قوي ورابع العالم والمرشح الأول للقب، لأن إفريقيا كتختلف نهائيا وعندها طقوسها الخاصة، ونقدر نقول بأن الأدغال ديالها مظلمة وصعبة حتى من كأس العالم. فاللاعبين خصهم يفهموا باللي خاصهم الخدمة بزاف. نعم الكاس ما خصهاش تخرج من الدار، لكن بكل واقعية المرشحين الأوائل على الورق هما السنغال، نيجيريا، مصر،
واللي كيبقاو أكثر من لعبوا النهايات في السنين الأخيرة. والحمد لله مازال الحال، مازال متصدرين المجموعة، والبطولة ملعوبة في بلادنا، يعني الطقس، المناخ والرطوبة هما نفسهم اللي في أوروبا، والماتشات كذلك كنلعبوهم في الليل. وبالتالي نزيدو نثيقو في وليد اللي كنتمنى يكون استافد من هذه المباراة ويدخل بالتشكيلة المناسبة في الماتش الجاي كونتر زامبيا، ويجيب معاه ورقة وستيلو باش ياخد معلومات أدق في الماتش ويخلي القهوة حتى لمور الماتش. وقريبا إن شاء الله نعطيكم التشكيلة اللي خص يلعب بها وليد المباراة الجاية، ونبقاو متفائلين وحد موفق لأسود الأطلس في قادم المباريات.